بيجي لنا استفسارات أو أسئلة كتير عن مرض كسل العين. كسل العين ده هو خلل وظيفي مش خلل تشريحي في البداية. سببه إيه؟ سببه إن أثناء نمو الشخص من سن صغير، من سنين صغيرة من العمر، في شيء ما أثر على رؤية للعين أو تكون الرؤية بشكل مثالي في عين من العينتين. المخ عشان يشوف الصورة كويسة لازم يستقبل الصورة من العينتين في نفس الوقت، طبعا ده أكيد مفهوم، بس بنفس الجودة تقريبا، أو الفرق ما يبقاش كبير أوي. لكن لو المخ قاعد كده جايله صورة من العين اليمين والعين الشمال، بالظبط عاملة زي المخرج اللي قاعد كده في غرفة مونتاج، بنشوفها حتى أحيانا في ماتشات الكورة، تلاقي واحد كده قصاده شاشات. يعني نعتبر المخ كده كأنه مخرج وقدامه شاشتين ومستني يشوف الكاميرا اليمين والكاميرا الشمال زي بعض بالظبط. لو في أي حاجة أثرت على الصورة اللي جاية من كاميرا من الاتنين، كضعف نظر، كحول، كضبابة، كانت موجودة من سن صغير، ده بيخلي المخ أو المخرج دلوقتي يكسل استقبال الصورة من عين العينتين دول. الشيء المؤسف إن ده لو لم يتم اكتشافه من بدري ولم يتم علاج تشوش الصورة في عين من العينتين دول، إن لو المريض جه بعد سن كبير، وفي الغالب بعد سن 8 أو 9 أو 10 سنوات، لو جه بعد السن كبير وحاولنا نصلح سبب هذا الكسل، إن إحنا نشيل التشوش ده، إن قد يكون قصر نظر، طول نظر، عتامة زي ما قلنا، أو حول، كل ده لو صلحناه في سن كبير بعد سن 8 إلى 10 سنوات، للأسف الكسل ده بيكون عميق ولا يمكن علاجه، رغم إن إحنا عالجنا سبب الكسل نفسه، لأنه ساعتها زي ما قلنا هو كسل وظيفي أو خلل وظيفي. الشيء برضو اللي مهم جدا أحب أقوله في هذا الموضوع، ليه الكسل منتشر؟ لأن دايما بيحصل بسبب إن في عين من العينتين بيشوف بيها المريض كويس، وده بيخلي الطفل في سن صغير مش مدرك أو واعي إن عنده مشكلة، لحد ما يكشف بالصدفة، أو لو لحد ما في صدفة ما يخبي العين السليمة، يلاقي إن العين اللي حصل فيها كسل مش فاهمه ومش شايف بيها كويس ليه، ولما يبدأ يسعى لعلاجها بيكون للأسف اتأخر. أحد الحاجات اللي مهمة جدا لمنع مرض كسل العين هو الكشف المبكر على الأطفال في أوائل سن المدرسة، يعني من سنة أولى ابتدائي أو قبل كده كمان. الفحص اللي كل عين على كده يطمنا إن مفيش سبب أو ممكن حاجة تخلي العين تكسل فيها. دمتم سالمين، ولو في أي أسئلة تانية ابعتوها لنا على الصفحة.